التقت عدسة القاهرة 24 أحدث ظهور للفنانة جميلة عزيز بعد غياب سنوات عن الأضواء. وظهرت الفنانة جميلة عزيز مرتدية الحجاب. جميلة عزيز ولدت في القاهرة عام 1978. بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات من خلال التلفزيون، حيث كان أول أعمالها مسلسل سر الأرض عام 1994، ثم شاركت في العام التالي ب5 أعمال، منها فيلم امرأة هزت عرش مصر. انضمت لفرقة محمد صبحي المسرحية وشاركت معه في العديد من الأعمال، منها يوميات ونيس، ماما أمريكا، ومن أبرز أعمالها أيضا أماكن في القلب، كاريوكا، محمود المصري. كشفت الفنانة المصرية جميلة عزيز سبب ارتدائها الحجاب وسر تغيبها عن التمثيل وحقيقة اعتزالها التمثيل، وأوضحت أن سبب تغيبها عن التمثيل بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنها عاهدت الله خلال فترة مرضها أن تتحجب. وأضافت: اتجهت لقراءة القرآن والأحاديث والتفاسير، وجلست مع شيوخ يعرفوني على الدين، ونظرتي للحياة تغيرت في كل شيء. واعتبرت الفنانة أن فترة المرض التي تعرضت لها بمثابة تكفير عن الذنوب، وإن الله يريد أن يسمع صوتها وهي تدعي، مؤكدة إنها لم تعتزل الفن